السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم معايا من جديد في قناة ديلي ويد، فاتحة فيديو جديد اللي كنتمنى نلقاكم كلكم بخير وعلى خير. عواشركم مبروكة، عيد مبارك سعيد بصحيحتكم وطولة العمر، تعيدوا وتعاودوا. في هذا الفيديو نحضر معكم ملاوي بالسميدة وكيجي مسمد بحال الحرشة، توجدوه نهار العيد، كيجي مورق على مزويناتو. نتمنى الفيديو يعجبكم، ولا يعجبكم ما تنساوش لايك ونبداو بسم الله على بركه الله. درت نص كيلو ديال الدقيق فورس، رابعه ديال الفينو مع رابعه ديال السميده الرقيقه، شويه ديال الملح، شويه ديال السنيده ولا شويه العسل، معلقه كبيره ديال غبره الحليب النيدو، وشويه ديال الخميره الفوريه. وكتعجنوا عجينتكم بالماء، والعجينه مع فيها السميده راه العجينه غتبغي الماء بزاف، لحقاش السميده كتشرب. نتوما كتعجنوا كتضيفوا الماء شويه بشويه، ما خاصش العجينه تكون قاصحه، خاصكم تحصلوا على عجينه تكون رطبه باش يجيكم المسمن مورق ورطب. صافي نتوما كتعجنوا كتضيفوا في الماء حتى تجمعوها. انا واخا عندي العجان عجنت بيديا معاكم. صافي كتبقاو تدخلوا في الماء وانتوما كتجمعوا حتى كتحصلوا على عجينه مجموعه، وغادي تعاودوا تدلكوا. انا غادي نحيد القصريه وغادي ندلكها فوق سطح العمل، كنضيف الماء وانا كندلك حتى غادي نحصل على عجينه رطبه بزاف. شوفوا هاد الطريقه ديال العجينه، هاد طريقه الناس الاولين، راه ما بقاوش الناس الاكثرين ما بقاوش كيعجنوا هكا. الله يخلف على العجان ليه النا عباد الله. انا واخا عندي العجان عجنتها معكم بهاد الطريقه بيديا، وفي الصراحه راه الطريقه راه كتخلي العجينه كتجي مدلوكه بزاف. والمسمن راه المسمن كيبغي يدليك، راه دا هو السر فاش كيجي المسمن مورق. صافي بعد ما عجنتها كملتها، درتها في البلاستيكه وخليتها ترتاح على الاقل نص ساعه. العجينه مع ديجا مدلوكه طلقات مزيان في البلاستيكه. صافي هنا غادي نعاود نخرج منها الهواء وتقرصوا تشكلوا منها كرات صغار. هاد الملاوي ديروه صغير، راه حلاوته يكون صغير ما ديروهش كبير. صافي هنا كنقرص كي كتشوفوا كرات الصغار بالزيت، كندهن يديا بالزيت وكنحط في البلاطو. ومن بعد ما قرصت العجينه كامله غادي نعاود تاني نغطيها بالبلاستيكه ونخليها جهد ربع ساعه حتى كيطلقوا الكرات باش كيجيوني سالين في التكراس. ومن بعد ما كيرتاحوا الكرات كتقرصوا المسمن ديالكم. بالنسبه لطريقه التكراس، وريتكم تكراس الملاوي في الفيديو السابق اللي حضرته معكم بالزيتون بنفس الطريقه. والخلطه اللي درت معكم اللي كتقرصوا بها المسمن كتحضروها بالزبده التوراق اللي كتذوبوا وكتخلطوها مع شويه ديال الدقيق فورس والدقيق فينو والزيت وخميره الحلوى. صافي كتلويو بالطريقه اللي شفتوا في الفيديو، وانتم كتدهنوا بالخلطه وكتلويو حتى الاخر، وكتخشيو لها الجنب ديالها الاخر ديالها في الجنب. صافي بنفس الطريقه كتقرصوا الملاوي ديالكم كامل. كي كتشوفوا العجينه راه مطلوقه وساهله في التقراص، راه العجينه مورقه ما كتتقب ما والو. ديما كدهنوا يديكم بالزيت باش المسمنه باش العجينه كتمشي معكم، وكدهنوا بديك الخلطه ديالكم اللي وجدتوا اللي حضرتوا، وكتلويو كما بغيتوا. اما بهذه الطريقه كتلويو على جوج، عاد كتلويو ثاني اللفه فوق الاخرى، ولا كتبقاو من التحت كتلفوا كيف وليتكم في المسمنه الملويه الاولى. صافي كتلويو وما كتزيروش حتى الاخر، وكتجمعوا لها الجنبات ديالها. في الصراحه انا بعدا كنفضل هذا الملاوي الصغير يتحط في طابله العيد على داك الكبير، كيجي زوين، كيجي حلو في الطبسيل. قرصت معكم جوجات وهذه هي الثالثه. ملي تكملوا الملاوي ديالكم كامل في التكراس كتعاودوا تاني تغطيوه بالبلاستيك وتخليوه يرتاح واحد ربع ساعه على الاقل باش كيجيكم ساهل من تبغيو تقرصوه وطيبوه. ومنين كيطيب كيجي مورق. راه ملي كتخليو الملاوي كيرتاح راه كيجي مورق ملي كيطيب.
ومنين تبغيو طيبوا المسمن ديالكم كتاخدوا السميده الرقيقه كديروها فشي طبسيل ولا بلاطو وكتبداو تفندوا فيها الملويه ديالتكم وكتقرصوها وديروها في المقله طيب. عندي المقله كبيره قرصت 5 الملويات عاد بديت كنطيب. المقله كتهز ليا 5 حتى ل6 لحقاش الملاوي صغير ومي تكونوا تقرصوا ما ترقوش الملوي ديالكم راه واخا كتخليوه غليظ راه ملي كيطيب كيتنفخ وكيجي شكلو بحال الحرشه. صافي هنا سخنت المقله غادي نرشها بشويه ديال الزيت وغادي نحط الملاوي يطيب. وضروري ترشوا بالزيت، ضروري ترشوا الملاوي ديالكم بالزيت باش كيجي محمر وكيتنفخ. ومنين طيبوا الطرحه الاولى ديال المسمن ديالكم كتمسحوا المقله من السميده لحقاش ديك السميده اللي كتبقى كتحرق وكتوسخ لكم الطرحه الثانيه اللي غادي تحطوا ديال الملاوي. ضروري تمسحوا المقله بين طرحه وطرحه، مسحوا المقله ضروري باش كيبقى لكم الملاوي ديالكم نقي. وكي كتشوفوا الملاوي كيتنفخ في الطياب ديالو راه كيجي كله مورق وكيجي لذيذ بزاف. الفيديو ديال اليوم سالا، نتمنى يعجبكم. الا عجبكم ما تنساوش لايك وواحد الكومونتير زوين بحالكم، ولي اول مره دخل القناه ديروا ابوني باش يوصلكم جديد القناه. وخليتكم في راحه الله الى فيديو الجاي مع وصفه جديده ان شاء الله.